في أواخر التسعينات الكابتن أو الدكتور كمال درويش يتصل بالكابتن صالح سليم وبيقول له: يا كابتن صالح، بعد إذنك أنا هاخد إبراهيم حسن وحسام حسن. كابتن صالح سليم رد عليه قال له: اتفضل، الاتنين فري، مفيش أي مشاكل. والاتنين قفلوا التليفون وتم توقيع الصفقة بدون أي مشاكل، بدون أي مشاكل تذكر. فهل يحدث هذا في ظل مجلس جديد منتخب في نادي الزمالك في الانتخابات القادمة؟ ده اللي هنعرفه الفترة الجاية. أهلا بكم في قناة الزمهلاوي وأهلا بكم في فيديو جديد. ما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مهاجم النادي الاهلي ما زال في ازمه وحيره من امر النادي الاهلي، يعني احنا مش عارفين النادي الاهلي هو مش عارف يتعاقد مع مهاجم، ولا هو عارف وتعاقد ومكتم، ولا هو قدامه خيارات كتير ومش عارف يختار منها، ولا الدنيا ماشيه ازاي في موضوع المهاجم. يعني حيرتونا معاكم يا اداره النادي الاهلي. هل امير توفيق فشل في التعاقد ام نجح ومخبي؟ هل اداره النادي الاهلي مخبيه عن الناس؟ ما اعتقدش، انا شخصيا ما اعتقدش. اداره النادي الاهلي لو تم التعاقد مع مهاجم هيكون اكيد مهاجم سوبر، فلازم تعلن للجماهير علشان الجماهير على خيرها، الجماهير مخنوقه، الجماهير عايزه مهاجم. وقلنا ان ما ينفعش كهربا وصلاح محسن يبقوا الاثنين في كل البطولات اللي الاهلي داخلها. فاللي جاي لسه هنعرف موضوع المهاجم. كمان وكيل كولر بيدور على مهاجم. تخيل، وكيل كولر بيدور على مهاجم، يعني بعد ما الاهلي خلاص يعني بص خلاص فاض بيه بقى، فخلى وكيل كولر بيدور هو كمان على مهاجم. فالايام اللي جايه هنشوف يا جماعه باب القيد هيقفل، خلاص باب القيد بيقفل. الخبر اللي بعد كده ان هيتم طرح 20,000 تذكره لمباراه السوبر الافريقي بين النادي الاهلي المصري واتحاد العاصمه الجزائري في السعوديه في الطائف. سيتم طرح 20,000 تذكره، فعايزين جماهير النادي الاهلي يا جماعه تكون سباقه وتلحق تحجز التذاكر علشان تملى الاستاد، لاني جماهير الجزائر هناك كتيره. بس اتحاد العاصمه الجزائري مهما كان يعني لو جاله 1000 واحد يبقى كرم من ربنا، لكن الاستاد كله هيتقفل من جماهير النادي الاهلي. الخبر اللي معانا بعد كده ابو صلاح ابو مكه. خلاص يا جماعه ابو صلاح خلاص كده موضوع انتقاله الى اتحاد جده السعودي باء بالفشل، او ابو صلاح رفض. ابو صلاح زي ما انا قلت لكم في فيديوهات قبل كده، ومش عارف انتوا ما بتتابعوش الفيديوهات ليه؟ تابعوا الفيديوهات يا جماعه، يا جماعه حرام عليكم والله، بنتعب على ما بنخرج الفيديو، يعني بنتعب على ما بنعمل لكم فيديو ونخرجه ونلاقي المشاهدات ضعيفه. احنا لسه في البدايه بس عايزين حد يشجعنا. ابو صلاح زي ما انا قلت لك في فيديوهات قبل كده بيفكر ان انا لو رحت السعوديه مش هدخل سباق احسن لاعب في العالم، والساحه فضيت لي دلوقتي، ما قداميش غير امبابي وهالاند، وانا خلاص انا اللي معتق بقى، انا اللي معتق في اوروبا في الناس دي، يعني انا اللي على وش القفص ان انا اخد احسن لاعب في العالم. ابو صلاح حسبها كده وخدها منه وما ترجعش ورايا، قال لك انا لو رحت السعوديه هاخد فلوس، اخد احسن لاعب في العالم يا عم، وممكن في يناير امضي او امضي في السنه اللي جايه اللي هي في صيف 24. ده موضوع ابو صلاح. الموضوع اللي بعد كده مصطفى محمد بيسالوه يعني سؤال صحفي الايام شويه، بيقول له لو جالك عرض من الدوري السعودي هل تروح ولا ما تروحش؟ يعني انت شايف ايه؟ قال له كلمني دلوقتي عن القميص اللي انا لابسه دلوقتي، انت بتكلمني دلوقتي في مؤتمر صحفي عن منتخب مصر، فانا دلوقتي كلمني عن منتخب مصر، ما تكلمنيش عن القميص اللي انا بلعب بيه في النادي اللي انا بلعب فيه. بجد مصطفى محمد نضج جدا جدا جدا. هنا في فكره يا جماعه، اللعيبه دي الوكيل بيقعد يفهمه ويفطمه ويحفظه ويقريه ويسقيه بالرضعه كده، يقول ايه وما يقولش ايه، وايه التصريح اللي يقدر يقوله وما يقولوش. الخبر اللي معانا بعد كده من نيمار بيسالوه عن الدوري السعودي، برضه صحفي لاقين بيساله بيقول له الدوري السعودي احسن ولا الدوري الفرنسي؟ يعني هو عايز نيمار يخبط. فنيمار قال له الموضوع كله كوره مستديره ومرمى فيه 3 خشبات وشبكه، والكره هي ودي لعيبه ودي لعيبه، وانا مش هقدرش اقول حاجه. يعني برضو لعيبه ذكيه، لعيبه ما تقدرش انها تتكلم على الانديه اللي كانت بتلعب فيها، او تقدر تتكلم على اي نادي، لان هيقول لك لو جه يتعاقد بعد كده مع نادي تاني هقول لك ده كان بيتكلم عن النادي اللي قبله، فدي هتبقى حاجه مش حلوه في حق اللاعب. عادل القيعي بيتكلم بيقول لك لا وجود للتاريخ بين النادي الاهلي ونادي اتحاد جده السعودي. انا مش فاهم ليه كله سابق موضوع اتحاد جده السعودي ده ومسبقين الموضوع قوي قبل المباراه اللي هيلعبها اتحاد جده السعودي مع الفريق اللي هو الاسترالي. يعني انا مش فاهم هم مسبقين. فعادل القيعي بيقول لك ان الاتحاد السعودي فاز على الاهلي 3 مرات
قبل كده، فبقول لك لا مجال للتاريخ في الحته دي. وانا مع عادل القيعي، لاني يعني الكلام ده يا جماعه قديم جدا. الكلام ده كان اخر مره في 2005، يعني 95 و2001 و2005، مره 1-0 مره 3-2 مره 1-0 الاتحاد بيفوز على الاهلي. لكن انت قابلت الاهلي في اخر مثلا 15 سنه مثلا؟ لا ما قابلتوش. هل لعبت؟ طب ما الاهلي لعب الهلال وفاز عليها 4 في كاس العالم للانديه. الهلال بقى يعني الهلال يعني يعدي الاتحاد. فعادل القيعي رد الرد ده وقال لك ان التاريخ مالوش مكان في الموضوع ده. الخبر اللي معانا بعد كده مدرب المنتخب الاولمبي ميكالي بيقول لك انا عيني على ميداليه اولمبيه. انا باصص والراجل بصراحه كويس، وراجل يعني انا شايف انه مدرب 10 على 10. فهو بيدور على ميداليه اولمبيه، حقه مشروع، حقه المشروع. فهل الاسكواد بتوع لعيبه مصر الاولمبي يساعدوه انه ياخد ميداليه؟ اتمنى. يعني الراجل عنده فكر، وراجل بيلعب بخطه، وراجل بيعمل خطط في الملعب تكتيكيا، راجل كويس جدا. فهل ده يتطور ان شاء الله وناخد ميداليه اولمبيه؟ اتمنى. يعني نتمنى في الفتره الجايه نشوف منتخب مصر ونشوف المنتخب الاولمبي في يعني يحوزوا على كل البطولات. ونتمنى النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه المصريه دوري قوي ودوري يعني يليق بالكره المصريه، عشان احنا دلوقتي باصين على السعوديه وكل الانظار راحت للسعوديه. فالدوري المصري مش عايزينه ينسى او يتنسي او يتركن، عايزين يبقى كل الفرق جامده عشان يبقى دوري قوي ويفرز لعيبه قويه للمنتخبات القوميه. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك وكومنت وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الجديد. السلام عليكم.